السلام عليكم ومرحبا بكم في لولو تشانيل. رمضان مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية، ويدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. بما أننا مازلنا في تحضيرات رمضان، اليوم نقدم لكم حلويات رمضانية. نقدم لكم بوشنيخة. دابا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. المقادير ديال البوشنيخة غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض اللي يكون مغربل أو منخول. عندي 3 المعالق كبار ديال الجنجلان اللي غادي نحمروه شويه ونطحنوه، و4 المعالق كبار ديال اللوز كنمسحوه مزيان حتى هو كنطحنوه كنغربلوه. الزنجلان واللوز والنافع خصهم يكونوا مغربلين ناعم مزيان باش العجينه ما تقطعش لينا. عندي كاس العنبه ديال الحليب، وعلى حسب الدقيق الا احتاجينا غادي نزيدو. عندي 100 غرام ديال الزبده مذوبه، 3 المعالق كبار ديال الماء الزهر، وعندي نص معلقه صغيره ديال النافع اللي حتى هو محمر ومطحون ومغربل، كيكون مغربل حتى هو ناعم مزيان. عندي معلقه صغيره ديال الخل، من الاحسن لو كان الخل ابيض، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه، راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز او الخميره معجونه، وراس معلقه ديال خميره الحلويات غير راس المعلقه. عندي معلقه صغيره ديال الفاني وقبصه ديال الملح. هذه جميع المكونات اللي غادي نحتاجو. كنوضعوا الدقيق وكنضيفوا ليه جميع المقادير. غير الحليب كنبداو نضيفوا فيه تدريجيا شويه بشويه. انا هنا المقطع ديال اضافه المقادير تحذف لي، ما عرفتش كيفاش تمشى ليا. المهم كنضيفوا جميع المقادير والحليب كنبقاو نضيفوه بشويه بشويه وكندلكوها مزيان. المهم انها تكون قاصحه، العجينه ديال البوشنيخه كتبغي تكون قاصحه. انا هنا تقريبا هزت ليا كاس وربع ديال الحليب، كاس العنبه. ممكن ندلكوها مزيان. حتى كنحصلو على عجينه بهذا القوام هذا، تكون شويه متماسكه او قاصحه. كنقطعوا العجين بهذا الشكل هذا 4 القطع. كناخدو قطعه من العجين كنطلقوها بالمدلك بهذا الشكل هذا، كنطلقوها بالطول وبالعرض، كنقسموها على جوج، كنعاودو نطلقو كل قطعه بالمدلك مزيان. العجين عندنا كاع ما كيتلصق. كنرشو بشويه ديال النشا باش ملي كندوزو في الماكينه ديال السباكيتي يجيونا الخيوط ديالهم مفرقين. كندوزوه في الماكينه. في المره الاولى كندوزوه في الرقم 6، المره الثانيه كنديرو الرقم 3،
المرة الثالثة كنديروه في رقم 1. كيكون العجين رقيق. كنقطعوا ليه الجوانب باش كيجينا العجين مقاد، باش ما كيخرجوش لينا فيه الكسور بزاف. كنعاودو نرشوه بالنشا وكندوزوه في الجهه ديال السباكيتي. كيجينا بهذا الشكل هذا، كيجينا الخيوط ديال العجينه مفرقين. كنحاولوا نقادوا الخيوط. كنضغطوا عليه بهذا الشكل هذا. الا بغينا العجين او بوشنيخه بغيناها صغيره، كنقصوا من هاد الشعيرات ديال العجينه، كنديروها على النصف وكنقطعوهم بهذا الشكل هذا. كنضغطوا على الجوانب مزيان، كنخويوها هكذا من الوسط، كنلاقيو الراس الفوق مع التحتاني وكنضغطو مزيان باش نحصلوا على شكل ورده. كنضغطو مزيان باش ملي نديروها في الزيت ما تحلش لينا. وهذا باش نيخا الشكل العادي. نعاودها معكم مره تانية. كنضغطو مزيان، كنخويوها من الوسط، كنلاقيو الراس فوق مع التحت وكنضغطو عليه مزيان. وكنوضعوهم في شي بلاطو حتى كنكملوا الكميه ديال العجينه اللي عندنا كامله. البقايا اللي كتبقى لينا ديال العجينه كنديروها في بلاستيك باش ما تقصاحش لينا وكنعاودو نستعملوه. كنديرو الزيت سخون، كنخليو حتى كتسخن مزيان وكنمهلو عليها العافيه. من الاحسن نقليو بوشنيخه او شباكيه في كوكوط لان كتوزع الحراره غير بشويه، ماشي بحال المقله. ملي كتسخن لينا الزيت بهذا الشكل كنبداو نوضعو بوشنيخه ديالنا. كنحاولوا نحلوها شويه بيدينا هكذا وعاد كنوضعوها.
غير كنوضعوها في الزيت كتنفخ لينا. داكشي علاش كنديرو كميه قليله بزاف ديال الخميره باش ما تجيناش كبيره بزاف. كنخليوها حتى كتحمر من التحت، بعد ما كتحمر من التحت كنقلبوها. بعد ما طابت البوشنيخه كيذهب لونها بهذا الشكل هذا، كنصفيوها من الزيت، كنديروها في العسل، العسل اللي كيكون بارد. كنضغطو عليها، كنحاولوا نضغطو غير بشويه لان البوشنيخه كتكون هشيشه بزاف دغيا كتكسر. كنحاولوا ندخلوها في العسل، كنخليوها حتى كتشرب العسل مزيان وعاد كنحيدوها. كنديروها بشي كسكاس حتى كتسقطر من العسل. هذا هو الشكل النهائي ديال البوشنيخه. انا زينتها بشويه ديال الجنجلان، وبالصحه والعافيه.